تطرقت صحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسية إلى مناورات درع الصحراء بين قوات مكافحة الإرهاب الروسية والجزائرية في منطقة بشار على بعد 80 كيلومترا من حدود المغرب. وأجرى قبل ذلك المغرب مناورات الأسد الإفريقي الصيف الماضي، وهي مناورات شكلت أضخم تدريبات تم إجراؤها على الإطلاق مع قوات أمريكية من دول أعضاء في حلف الناتو وأيضا مع إسرائيل. ونقلت له جورنال دو ديمانش عن ضابط رفيع المستوى من بلد متوسطي لم تذكر اسمه قوله إنه على الرغم من أن المتحدثة باسم الشؤون الخارجية الروسية شددت على أن هذه المناورات المشتركة لا تستهدف أي دولة ثالثة، لكن اختيار الجزائر لمنطقة بشار ليس بريئا. الصحيفة الفرنسية ذكرت بأن العلاقات المغربية الجزائرية تدهورت بشدة منذ أن قررت الولايات المتحدة دعم المغرب في قضية الصحراء المغربية. واعتبرت الأسبوعية الفرنسية أن عدم حضور الملك محمد السادس القمة العربية الأخيرة في الجزائر يعد مثالا صارخا على هذا التدهور في علاقة البلدين. كما أشارت إلى أنه مع درع الصحراء فإننا أمام المرة الأولى التي يتدرب فيها جنود روس وجزائريون معا على الأرض الجزائرية، لكن هذا الحدث يوضح قبل كل شيء درجة من التعاون العسكري بين الجزائر وموسكو لم يسبق للبلدين أن وصل إليه. وأوضحت الصحيفة الفرنسية حسب القدس العربي التي تطرقت للموضوع أنه منذ زيارة فلاديمير بوتين الأولى للجزائر في عام 2006 تضاعفت ميزانية الدفاع الجزائرية 3 مرات تقريبا، وجاء 80% من المعدات العسكرية المستوردة منذ عام 2017 من روسيا التي تزيد البحرية الجزائرية من تدريباتها معا.